تفتكروا ليه كليب لنجم عالمي ممكن يغير مفهوم الأمان عند ناس كتير جدا؟ وهو الأمان الحقيقي أصلا بيجي منين؟ بيجي من السلطة ولا بيجي من الناس؟ خليك صريح كده مع نفسك ورد على السؤال ده. إمتى آخر مرة كنت حاسس إنك أنت في أمان؟ مش محمي، لكن في أمان حقيقي. هل كان في شرطة أو حد جهات معينة بتحميك؟ ولا كنت وسط ناس انت او انت مستريحين وسطهم؟ من صغرنا اتعلمنا ان الامان يعني السلطة، شرطة، قوانين، سيطرة. بس شتان ما بين كلمة حماية وكلمة امان. اصل الحماية اجراء والامان شعور. انت ممكن تكون محمي بكل الحاجات اللي في الدنيا وقاعد متوتر، وممكن تكون قاعد من غير اي حد يحميك حواليك وتكون حاسس انك انت في امان. والغريب ان ده بيحصل اكتر مما نتخيل بكتير كمان في حياتنا. وتعالوا لما نتخيل نجم عالمي ماشي في شوارع بسيطة جدا، احياء فقيرة، ناس عايشة اليوم بيومه، ومن غير اي شرطة تحميه. لو انت او انتي مكان الشخص ده هتبقوا حاسين بايه؟ هل الموقف ده كله هيديكوا احساس بالامان ولا بالقلق والتوتر؟ بالمناسبة النجم ده كان مايكل جاكسون. سنة 1996 مايكل نزل أغنية They Don't Really Care About Us، والأغنية دي كانت هيت ساعتها. الأغنية ما كانتش هادية، الأغنية ما كانتش لطيفة بأي حال من الأحوال، بالعكس دي كانت بتهاجم. كانت بتتكلم عن صورة بتتشكل غصب عننا، عن ناس بتقرر الناس تشوف ايه وما تشوفش ايه، ويصدقوا ايه وما يصدقوش ايه. وسنة 96 كمان بالتحديد كانت بعد كام سنة بسيطة من لما اسم مايكل كان محط جدال على مستوى عالمي بعد الاتهامات الكتيرة اللي اتوجهت له. في الوقت ده هو كان محتاج دعم أكتر منه محتاج حماية، وعشان كده خد قرار بالنسبة لي غريب شوية. قرر يصور الكليب بتاعه فين يا ريس؟ في البرازيل. مش في استوديو، مش في منطقة سياحية، إنما في فافيلا. والفافيلاز في البرازيل هي أحياء كانت معروفة ومشهورة بإن مناطق خطر، السيطرة فيها مش قوية. ومش بس اختار إنه يصور في فافيلا، ده اختار يصور في مكان اسمه سانتا مارتا فافيلا، ودي كانت موجودة في ريو دي جانيرو. الحي ده بالذات الشرطة ما كانتش بتعرف تدخله أصلا. وعشان كده لما راح للحكومة البرازيلية يطلب منهم تصريح بالتصوير، ما كانش غريب أبدا إن هم يرفضوا التصريح ده ويوقفوا التصوير. بس السبب ليه؟ هل علشان بلد كبيرة زي البرازيل ما تطلعش قدام العالم على إن هي بلد مليانة فقر وعشوائية وعنف؟ ولا في سبب تاني يبان بسيط بس هو قوي وأخطر بكتير؟ لو مايكل جاكسون اتأذى عندنا هنعمل ايه ومين اللي هيتحاسب؟ خصوصا ان الشرطة قالت الكلام ده بشكل واضح وصريح: احنا مش عارفين ندخل ومش هنعرف ندخل علشان نأمنك جوه. فطبعا التصوير اتأجل وتقاوم وما كانش مرحب بيه. وبعد ضغط اعلامي عالمي، وبعد ضغط واصرار من مايكل جاكسون انه يصور الاغنية هناك، الحكومة وافقت بس تحت ديسكليمر كده واضح وصريح: بره عني، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. وهنا القصه بتاخد منحنى مختلف تماما، لان الحي والمكان اللي الشرطه ما كانتش عارفه تدخله وبتقول مش هتعرف تامن مايكل فيه كان تقريبا من اكتر الاماكن اللي مايكل كان متامن فيها في اي حته راحها. لما سبايك لي مخرج الكليب ساعتها اتفاوض مع الحكومه البرازيليه ورفضه، وشاف ان خلاص ملهاش حل تاني، ما كانش قدامه غير حاجه واحده بس علشان يقدر ينقذ بيها كليب والتصوير يتم زي ما هم عايزين. راح اتفاوض مع الترافيكانتس نفسهم، العصابات اللي بتدير سانتا مارتا فافيلا. وبالأخص الكلام كان مع مارسينيو كان هو زعيم الترافيكانتس ساعتها هناك.
أول ما عرف إن اللي بيصور هو مايكل جاكسون وافق فورا، أصل هو كان من أشد المعجبين بمايكل، وقال لهم طول ما مايكل والفريق بتاعه موجودين هنا هم في حماية شعبية، هم في أأمن مكان ممكن يكونوا موجودين فيه. وصل بيه الثقة وهو بيتكلم على الأمان إن قال لهم لو اتساب في الشارع شنطة فيها $1,000,000 محدش هيقرب لها. الأمان ده ما جاش لأن المكان بقى قانوني مرة واحدة، ولا إن السلطة عرفت تدخل وتفرض سيطرتها هناك ساعتها. الأمان جه لأن الناس اللي عايشة هناك قرروا إن هما اللي هيكونوا الحماية بتاعة الموجودين. وتعالوا لما نتخيل كده دلوقتي نجم كورة عالمي ماشي في الشارع، ولا رايح يصلي الجمعة، ولا قاعد في أي مول ولا في أي مكان، حواليه حراسة، حواليه السكيورتي قد كده، في منطقة أمان بينك وبينه علشان ما ينفعش تعديها وتتخطاها. تفتكروا الشخص ده حاسس بالحماية؟ حاسس بالأمان زي مايكل جاكسون اللي كان وسط جموع الشعب في سانتا مارتا فافيلا، ولا مايكل كان حاسس بالأمان الأكتر؟ وده يجيبنا للسؤال الحقيقي اللي بدأنا بيه الحلقة، هو الأمان الحقيقي بيجي من السلطة ولا من الناس اللي انت موجود وسطهم وهم اللي ضامنين حمايتك؟ اكتبوا لي في كومنتس رأيكم ايه، وما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب ولايك وكل الحاجات اللي عارفينها دي علشان تتابعوا بقية حلقات تفتكروا ليه.